بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلابي وحبايبي طلبة الصف الأول الإعدادي، النهاردة هنراجع نص الجبر الأول. احنا الجبر عندنا مقسوم وحدتين، وحدة بتتكلم عن الأعداد النسبية، وحدة بتتكلم عن الحدود والمقادير الجبرية، وبعد كده عندنا وحدة إحصاء، وبعد كده عندنا وحدة هندسة. تمام. فالنهارده هنراجع على نص الجبر اللي هي الوحدة الأولى، وحدة الأعداد النسبية. هنتكلم عن الوحدة الأولى، وحدة الأعداد النسبية. تمام. هنتكلم عن اهم النقط في الوحده، بعد كده هنحل، ومع الحل هنشرح كل حاجه باذن الله في الوحده ديت. تمام. احنا اول حاجه خدناها في الوحده هي العدد النسبي. عرفنا ان العدد النسبي هو العدد الذي يمكن وضعه على صوره الف على ب، صوره بسط ومقام. تمام. بحيث الالف عدد صحيح، البسط لازم يبقى عدد صحيح، وب لازم تبقى عدد صحيح، ما ينفعش يساوي الصفر. تمام. يبقى المقام عندي ما ينفعش يساوي الصفر. تمام. تاني معلومة خدتها ان جميع الاعداد الصحيحة هي اعداد نسبية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو عندي العدد واحد، ده المفروض ان هو عدد صحيح، انا عارف ان الواحد مقامه واحد. ماشي. اتنين ده برضو عدد صحيح، الاتنين مقامها واحد. تمام. يبقى اي عدد صحيح مقامه واحد، وهنا اتكتب على صورة بسط ومقام. تمام. اللي هي الصورة ديت انا عايز اكتب عدد نسبي على صورة بسط ومقام، فيبقى الالف عدد صحيح والب عدد صحيح. هنا عندي الالف عدد صحيح والب عدد صحيح. ماشي. طيب الصفر المفروض ان هو عدد صحيح. طيب مش الصفر مقام واحد؟ تمام. يبقى الصفر برضو عدد نسبي. تمام. لكن ما ينفعش المقام يبقى بصفر. تمام. المقام ما ينفعش يبقى بصفر، الكلام ده غلط، ساعتها هتبقى غير معرفة. تمام. ماشي. خدت بعد كده بيقول لي ان الالف على الب عدد نسبيا، فان الب ما ينفعش يساوي الصفر، صح؟ طيب لو الالف على الب بقى قال ان الالف على الب بيساوي صفر، يبقى ساعتها اكيد الالف هو اللي بصفر، ساعتها اكيد البسط هو اللي بصفر، لان انا قلت ان المقام ما ينفعش يبقى بصفر، وصفر على اي حاجه بصفر. تمام. خدت بعد كده خاصيه الكثافه. قال لي بمعنى انه لاي عددين نسبيين مختلفين يوجد عدد لا نهائي من الاعداد النسبيه المحصوره بينهم. تعالوا نشوف ازاي الكلام ده. لو عندي مثلا 2 على 6 ده عدد نسبي. تمام. وعندي 4 على 6 ده برضو عدد نسبي. طيب تقدر تقول لي ايه العدد اللي موجود ما بين الرقمين دول؟ تمام. 3 على 6، 3 على 6 موجود ما بين الرقمين دول. ماشي. طيب لو مسكت الاتنين على 6 ديت، ضربت البسط في 2 وضربت المقام في 2، هل كده انا غيرت حاجة؟ انا كده ما غيرتش حاجة. طيب البسط 2 في 2 ب4، 2 في 6 ب 12. تمام. تعال ناخد الكسر الثاني نضربه في 2. 4 على 6 هنضرب البسط في 2 والمقام في 2. 2 في 4 ب 8، 2 في 6 ب 12. فبقى عندي الكسرين اللي هم الكسرين القدام دول، الكسرين الجداد بتوعي بقوا 4 على 12 و8 على 12. طيب ما بين الأربعة على 12 و8 على 12 هلاقي إن في 5 على 12 و6 على 12 و7 على 12. معنى كده ان كل ما اكبر الكسر، كل ما الاعداد اللي ما بين الكسرين هيزيدوا. تمام. فلو رجعنا تاني وقرينا خاصية الكثافة تاني، بمعنى انه لأي عددين نسبيين مختلفين يوجد عدد لا نهائي من الاعداد النسبية المحصورة بينهما. تمام. ماشي. يبقى دي كده النقطة بتاعت خاصية الكثافة. جيب بعد كده بيقول لي ان الصفر هو المحايد الجمعي في نون. يعني ايه الصفر هو المحايد الجمعي؟ كلمة محايد يعني ما بيأثرش. كلمة محايد يعني ايه؟ ما بيأثرش. ازاي ما بيأثرش؟ انا قلت ان الصفر هو محايد جمعي. جمعي علامة الجمع. طيب صفر، لو قلت صفر زائد 3 ب3، هل الصفر أثر معايا في عملية الجمع هنا؟ ما أثرش، صح؟ تمام. المعلومة التانية إن الواحد هو العنصر المحايد الضربي في نون. تمام؟ العنصر المحايد الضربي، يعني مهما أضرب في واحد القيمة مش هتتأثر. تعال ناخد مثال 3 في 1.
ب3. هل القيمة هنا اتغيرت؟ هل 3 هنا اتغيرت؟ ما اتغيرتش. يبقى الواحد محايد جمعي يعني ما بيأثرش تمام في عملية الضرب، والصفر محايد جمعي يعني ما بيأثرش في عملية الجمع. تمام. جيب بعد كده المعلومة الجديدة اللي أنا خدتها، المعكوس الجمعي. لكل عدد نسبي أ على ب معكوس جمعي هو العدد النسبي سالب أ على ب. إيه هنا التغيير اللي حصل؟ إن أنا غيرت الإشارة، صح؟ تمام. يبقى كلمة معكوس معناها إن في تغيير هيحصل. تمام. طب لو معكوس جمعي يبقى هنغير الإشارة. لو معكوس جمعي غير الإشارة. تمام. هنا كانت أ على ب بقت سالب أ على ب، بحيث أن أ على ب زائد سالب أ على ب بيساوي صفر. تمام. يبقى الرقم ومعكوسه الجمعي جمعهم بيساوي صفر. الرقم ومعكوسه الجمعي جمعهم بيساوي صفر. يبقى ده كده المعكوس الجمعي. طيب جيب بعد كده المعلومة اللي خدتها بعديها هي المعكوس الضربي. تمام. بيقول لي ان لكل عدد نسبي أ على ب لا يساوي الصفر معكوس ضربي هو العدد النسبي ب على أ. تمام. انا قلت هنا ان المعكوس بيحصل عملية تغيير، في حاجة بتتغير. تمام. في المعكوس الجمعي اللي اتغير كان الإشارة. طيب في المعكوس الضربي بشقلب الكسر. يبقى في المعكوس الضربي بشقلب الكسر. تمام. في المعكوس الجمعي بعمل ايه؟ بغير الإشارة. في المعكوس الضربي بشقلب الكسر. طيب أ على ب في ب على أ بيساوي 1. يبقى اداني المحايد الضربي. تمام. يبقى العدد في معكوسه الضربي هيديني المحايد الضربي اللي هو 1، المعلومة اللي أنا لسه قايلها من دقيقتين. تمام. طيب والمعكوس الجمعي زائد والرقم زائد معكوسه الجمعي هيديني صفر اللي هو المحايد الجمعي. تمام. تمام. جيب بعد كده المعلومة اللي خدتها، بيقول لي إن العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين عددين بيديني القانون بتاعه العدد الأول زائد العدد الثاني على الاتنين. العدد الأول زائد العدد الثاني على الاتنين. والمعلومة اللي خدتها بعديها لو العدد يقع في عند ثلث المسافة بين العددين يبقى يا إما من جهة العدد الأصغر يا إما من جهة العدد الأكبر. تمام. هنا كان العدد يقع عند منتصف المسافة بين العددين، كنت باخد العددين بجمعهم واقسمهم على الاتنين. بعمل ايه؟ بجمع العددين واقسمهم على الاتنين. لو في منتصف المسافة بجمع العددين واقسمهم على الاتنين. تمام. طب لو مثلا قال لي عند ثلث المسافة، ربع المسافة، خمس المسافة، طيب في الحالة دي بعمل ايه؟ لو قال لي من جهة الأصغر، لو قال لي من جهة العدد الأصغر، تمام، من جهة الأصغر، قول لي تاني كده هو طلب ايه؟ طلب من جهة الأصغر. تمام. يبقى هتاخد العدد الأصغر. حلو. تمام. طب لو قال لي من جهة الأكبر يبقى هاخد العدد الأكبر. هعمل فيهم ايه؟ لو قال لي من جهة الأصغر هحط جنبيها موجب. طب لو قال لي من جهة الأكبر هحط جنبيها سالب. تمام. يبقى من جهة الأصغر موجب، من جهة الأكبر سالب. طيب هو قال لي ثلث المسافة هحط تلت. طب لو قال لي ربع المسافة هحط ربع. طب لو قال لي خمس المسافة هحط خمس. في المسافة بين العددين نفس النظام. لو قال لي تلت هحط تلت، لو قال لي ربع هحط ربع، لو قال لي خمس هقول له خمس. تمام. المسافة بين العددين. طيب يا شباب احنا كده جمعنا معظم مش كل معلومات الباب. تمام. او الوحدة الاولى، وحدة الاعداد النسبية، يعتبر جمعنا معظم المعلومات بتاعتها. طيب
يعني المعلومات الباقيه دي هنجمعها فين؟ هنجمعها في الاسئله دي. تمام؟ هنحل شويه اسئله وكل سؤال هنشرح الفكره بتاعته. تمام؟ طيب تعالوا كده نبص على اول سؤال. بيقول لي الشرط اللازم ليكون 7 على س زائد 5 عددا نسبيا هو ان س لا تساوي كام؟ الشرط، تعالى نقرا السؤال تاني. الشرط اللازم ليكون 7 على س زائد 5 عددا نسبيا هو ان س لا تساوي كام؟ طيب انا عرفت ان العدد النسبي بيكون على شكل أ على ب. تمام؟ أ على ب. وقال لي ان الألف لازم يبقى عدد صحيح. الألف هنا عدد صحيح فعلا، والب عدد صحيح لا يساوي الصفر. طيب عشان يبقى عدد نسبية لازما المقام ما ينفعش ان هو يساوي الصفر. المقام اللي هو س زائد 5 ما ينفعش يساوي الصفر. طيب هعمل ايه؟ هودي موجب 5 الناحية التانية بعكس الإشارة، موجب 5 الناحية التانية بعكس الإشارة، فيتبقى لي س ما ينفعش تساوي -5. تمام؟ هتبقى الإجابة ب. طيب كلام جميل. السؤال اللي بعديه بيقول لي 3 على 5 بيساوي كام في المية؟ عايزني أحول الكسر 3 على 5 لنسبة مئوية. طيب سهلة، أنا عارف إن النسبة المئوية مقامها 100. النسبة المئوية مقامها 100. حلو. فلما يديني كسر، هو اداني كسر 3 على 5. طيب انا عشان عايز اخلي ده نسبة مئوية، عايز اخلي الكسر ده نسبة مئوية، يبقى لازم اخلي المقام 100. لازم اعمل ايه؟ اخلي المقام 100. طيب الخمسة اتضربت في كام علشان تبقى 100؟ الخمسة اتضربت في 20. 5 في 20 ب100. طيب طالما المقام اتضرب في 100 يبقى البسط المقام اتضرب في 20 يبقى البسط يتضرب في 20. 3 في 20 ب60. 60 على 100 يعني 60%. 60 على 100 يعني 60%. تمام؟ تمام. يبقى نحل السؤال تاني. 3 على 5 عايزها نسبة مئوية، هعمل ايه؟ سهلة، اخلي المقام 100. طب هو اداني المقام 5، عشان اخلي المقام 100 اضربه في كام؟ هضرب المقام في 20. ضربت المقام في 20، البسط هسيبه هضربه في 20. 3 في 20 ب60. 5 في 20 ب100. تمام؟ ماشي. يبقى كده الإجابة عندي هتبقى 60. تمام؟ 60، والسؤال اللي فيه كان -5. ماشي. تعالوا نحل السؤال اللي بعديه. طيب بيقول لي 57 من 100 دائر. لازم أنا أخلي بالي من النقطتين اللي فوق الأرقام دي. يعني 57 من 100 دائر، يعني بيقول لي إن الرقم ده عبارة عن 0 علامة 5 7 5 7 5 7 5 7 وهكذا. طيب السؤال ده هحله ازاي؟ السؤال ده المفروض ان انا هحطه على الكالكوليتور او على الآلة. تمام؟ هحط الكلام ده على الآلة. بعد ما حطينا الرقم دوت على الآلة طلع معايا الكسر 19 على 33. تمام؟ عايزين برضو نفهم ايه حوار النقطة دي. تمام؟ لو انا جبت تلت وحطيتها على الآلة وبعد كده دوست اس دي، في زرار عندي على الآلة اسمه اس دي، ساعتها هيحول لي من كسر لرقم عشري. بس الرقم العشري ده هيبقى ايه؟ 0 علامة 3 3 3 3 3 وهكذا. تمام؟ فبدل ما اقعد اكتب التلاتات دي كلها، ماشي، فبقول 0 علامة 3 واحط فوق التلاتة نقطة. تمام؟ طيب هنا الخمسة والسبعة الاتنين اتكرروا، فعملت ايه؟ خدت الخمسة وخدت السبعة مرة واحدة وحطيت فوق الاتنين نقطتين. تمام؟ ماشي. نيجي بعد كده للسؤال اللي بعديه. بيقول لي باقي طرح -2 على 3 من 0 بيساوي. طيب ايه باقي طرح دي؟ اول ما تشوف
باقي طرح وكلمة من، باقي طرح وكلمة من هتعكس. تمام؟ هتعكس، يبقى تقول تاخد الصفر وتحط ناقص سالب 2 على 3. صفر ناقص سالب 2 على 3. تمام؟ لما يقول لي باقي طرح ومن هعكس، باقي طرح ومن هعمل ايه؟ هعكس. تمام؟ يبقى صفر ناقص سالب 2 على 3. طيب انا عارف، تعالوا نراجع بسرعه على قواعد الاشارات. انا عندي في قواعد الاشارات موجب في موجب موجب في موجب بموجب. تمام؟ وعارف ان موجب او لا اله الا الله، تعالى نمسح كله. ماشي تعالى كده. انا عارف، خدت قواعد الاشارات موجب في موجب وسالب في سالب، ولو سالب في موجب او موجب في سالب. طيب لو موجب في موجب بموجب، طب لو سالب في سالب برضو موجب، طب لو سالب في موجب بسالب، طيب لو موجب في سالب بسالب. تمام؟ فبختصر الكلام دوت بان اقول الاتنين دول متشابهين، صح؟ لو اتشابهوا موجب، لو اتشابهوا ايه؟ موجب. موجب في موجب بموجب، سالب في سالب بموجب. طيب لو اختلفوا، لو اختلفوا سالب، سالب في موجب بسالب، موجب في سالب بسالب. يبقى دي قواعد الاشارات، ولازم انا ابقى فاهمها لغايه ايه؟ انت لازم تفهمها طول حياتك. تمام؟ دي قواعد الاشارات، موجب في موجب بموجب، سالب في سالب بموجب، سالب في موجب بسالب، موجب في سالب بسالب. اتشابهوا موجب، اختلفوا سالب. طيب تعالوا نرجع تاني. طيب في السؤال ده احنا قلنا صفر ناقص سالب 2 على 3. طيب الصفر بيعمل حاجة؟ ما بيعملش. طيب يبقى بقى سالب في سالب 2 على 3. سالب في سالب بموجب 2 على 3. يبقى الإجابة بتاعتي موجب 2 على 3. يبقى الإجابة بتاعتي ب. طيب كلام جميل. تعالوا نبص على السؤال اللي بعديه. العدد النسبي س على سالب 5 يكون سالبا إذا كانت س نقط صفر. العدد النسبي س على 5 يكون سالبا إذا كانت س نقط صفر. طيب أنا عارف إن لو أنا عارف في الأعداد النسبية إن الألف على الب لو سالب، لو الألف على الب عدد سالب، فلازم الألف في الب تكون أصغر من الصفر. تمام؟ لو الألف على الب سالب يبقى الألف في الب أصغر من الصفر. طيب ولو الألف على الب موجب، فلازم الألف في الب أكبر من الصفر. طيب كلام جميل. تعالوا نفضي الكلام ده. ماشي. تعالوا بقى إيه نحل السؤال. بيقول لي س على سالب 5 يكون سالبا إذا كانت س نقط صفر. طيب أنا قلت تبقى سالبة إمتى؟ لو س في سالب 5 أصغر من الصفر. لو س في سالب 5 أصغر من الصفر. طيب أنا دلوقتي هقسم هنا على سالب 5 وهقسم هنا على سالب 5. عملت كده ليه؟ عاوز س لوحدها اقسم على اللي جنبها، عاوز س لوحدها
اقسم على اللي جنبها. تمام، قسمت على اللي جنبها الاقي -5 راحت مع -5. تمام، وانا قسمت على عدد سالب صح، وعارف ان في القسمة على عدد سالب بغير علامة المتباينة. بعمل ايه؟ بغير علامة المتباينة، فتبقى س، العلامة هتتغير فهتبقى اكبر من 0، فلازم س تبقى اكبر من 0. الاجابة الف. تمام، تعالوا نخش على السؤال اللي بعديه. بيقول لي إذا كان ألف في ب على الاتنين بيساوي ألف على الاتنين فإن ب بيساوي. تعالوا نقرا السؤال تاني. إذا كان ألف في ب على الاتنين بيساوي ألف على الاتنين فإن ب بيساوي. تعالوا نحل مسألة الضرب دي الأول. ألف في ب على الاتنين. طيب أنا عارف إن أي عدد صحيح مقامه واحد. أي عدد صحيح مقامه واحد. الألف عدد صحيح مقامه واحد. طيب في عملية الضرب بعمل إيه؟ بسط في بسط، مقام في مقام. بسط في بسط، مقام في مقام. بسط في بسط، مقام في مقام. طيب ألف في ب. ألف ب. 1 في 2 ب2. طيب فبيقول لي ان الف على ده دي كده عمليه الضرب. ده كده الجزء ده هيطلع معايا بألف ب على الاتنين. الكلام ده بيساوي ألف على الاتنين. تمام؟ تمام. طيب دلوقتي ألف ب على الاتنين بيساوي ألف على الاتنين. الألف هنا المعامل بتاعه واحد صح؟ مش الألف هنا يعتبر مضروب في واحد؟ يبقى كده الب بيساوي واحد. أو لو بصينا بطريقة تانية، تمام؟ هنا ألف وهنا ألف. طيب أنا قلت عايز ب لوحدها، هعمل إيه؟ هقسم على اللي جنبها. طيب يبقى هقسم على الألف وهقسم هنا على الألف، هلاقي الألف راحت مع الألف وهلاقي هنا الألف راحت مع الألف. تمام؟ يبقى ب على الاتنين بيساوي واحد على الاتنين. يبقى ب بتساوي واحد. فين الإجابة؟ الإجابة هتبقى هنا، ونمسح ده ونرجع تاني ونختار الإجابة بتاعتنا واحد. تمام؟ يبقى هنا الإجابة كانت واحد، هنا الإجابة كانت أكبر، هنا الإجابة كانت 2/3. طيب احنا كده خلصنا جزء أسئلة الاختيارات. تعالوا نخش على أسئلة صح وغلط. طيب تعالوا نحل أسئلة صح وغلط. بيقول لي إن كل عدد، احنا بنعمل إيه؟ كل عدد صحيح هو عدد نسبي. المعلومة دي احنا شرحناها. طيب واحد ده عدد صحيح، والاثنين ده عدد صحيح، والثلاثة ده عدد صحيح، واربعة ده عدد صحيح، والصفر ده عدد صحيح. وللأسف كلهم أعداد نسبية، كلهم مقامهم واحد، كلهم ليهم بسط وليهم مقام. فعشان كده يبقى السؤال الأول إجابته صح. طيب كل عدد نسبي له معكوس ضربي. كل عدد نسبي يعني أي عدد ممكن يتحط على صورة بسط ومقام، وليكن مثلا 2/1 ده عدد نسبي. ده هنجرب فيه. هل 2/1 لها معكوس ضربي؟ نعم، هيبقى 1/2. تمام، يبقى برضو السؤال هنا إجابته صح. المعكوس الضربي للعدد النسبي عدد صحيح. هل الكلام ده، هل ده شرط؟ لا. تمام، تعالوا مثلا لو 2/3 ده عدد نسبي صح؟ تعال نجيب له المعكوس الضربي وهنشوف هل هيكون عدد صحيح ولا لا. المعكوس الضربي بشقلب يبقى 3/2. هل 3/2 عدد نسبي عدد صحيح؟ لا، يبقى الإجابة غلط. بس ممكن يكون عدد صحيح لو هو مثلا نص. جبت النص وجيت جبت له المعكوس الضربي شقلبته فبقى 2. تمام؟ تمام؟ فيبقى العدد النسبي فدي حالة. يعني دي حالة لو نص شقلبناه فبقى 2/1 اللي هو 2 اللي هو عدد صحيح، فدي حالة. لكن مش دايما المعكوس الضربي للعدد النسبي عدد صحيح. ده مش شرط. تمام؟ طيب تعال نخش على السؤال اللي بعديه. الصفر عدد نسبي. تعالى كده اطلع اطلع اطلع. ايه ده؟ الصفر عدد نسبي. اهو الصفر عدد نسبي، يعني الكلام ده صح. الصفر ممكن يبقى بسط وهيبقى مقامه واحد.
تمام، يبقى الجملة دي صح. طيب تعالى نخش على السؤال اللي بعديه. الأعداد النسبية 12 على 16 و15 على 20 و3 على 4 تمثل بنقطة واحدة على خط الأعداد. عايز يقول لي إيه بالكلام ده؟ عايز يقول لي إن 12 على 16 هي 15 على 20 هي 3 على 4. طيب أنا عايز أشوف الكلام ده صح ولا غلط. هعمل إيه؟ هاخد التلاتة على 4، هاخد أصغر كسر فيهم أو أصغر مقام فيهم، لأن لسه مش عارف هل التلاتة دول قد بعض ولا لأ، فهاخد أصغر مقام فيهم. تمام؟ نشوف الأكبر منه. هنا كان 4 بقى 16، إيه اللي حصل؟ اتضرب في 4، فلما يتضرب في 4 هضرب برضو البسط في 4. لما بضرب المقام لازم اضرب في البسط علشان الرقم ما يتغيرش. تمام، فلما ضربت 3 على 4 على 4 على 4، 3 في 4 ب 12 و4 في 4 ب 16. هل ده هو ده؟ نعم، يبقى ده بيساوي ده، ناقص بس نثبت ان الكلام ده صح. ماشي، هناخد برضو اللي هو الصغير 3 على 4. تمام، التلاتة او الاربعة ايه اللي حصل لها عشان تبقى 20؟ اتضربت في 5. صح. تمام، ضربنا المقام في 5، نعمل ايه في البسط؟ نضربه في 5. 3 في 5 15، 4 في 5 ب20. هل ده هو ده؟ نعم، يبقى اذا ده والكسر ده والكسر ده التلاتة بيمثلوا بنقطة واحدة على خط الأعداد، التلاتة قد بعض، يبقى الكلام ده صح. ماشي، 2 وخمس معكوس ضربي للعدد النسبي 5 وربع. طيب عايزين نتأكد ان الكلام ده صح ولا غلط. طيب خلينا فاكرين الأرقام 2 وخمس و5 وربع. 2 وخمس و5 وربع. تمام. طيب احنا عايزين نحل الكلام ده، نحله ازاي؟ عايزين نحل الكسر ده ونحل ده. طيب بقول له انزل ضارب واطلع جامع، انزل ضارب واطلع جامع، والمقام زي ما هو، المقام زي ما هو. يبقى انزل ضارب 2 في 5 ب10 واطلع جامع 10 و1 11. تمام، يبقى 11 على 5. انزل ضارب اطلع جامع والمقام زي ما هو. الناحية التانية هنزل ضارب واطلع جامع والمقام زي ما هو. 5 في 4 ب20، 20 واحد 21. بقى عندي هنا 11 على 5 و21 على 4. هل الاثنين دول معكوس ضربي لبعض؟ هل ده هو مقلوب ده؟ غلط، ده مستحيل يكون معكوس ضربي لده، لان مستحيل يكون معكوس ضربي ده، لان ده معكوسه الضربي 5 على 11، وده معكوسه الضربي 4 على 21. يبقى نرجع للسؤال تاني. تمام، فين السؤال؟ اهو. 2 وخمس معكوس ضرب العدد النسبي 5 وربع. الإجابة غلط. السؤال اللي بعديه، العدد 3 على س ناقص 3 هو المعكوس الجمعي للعدد النسبي 3 على 3 ناقص س، حيث س لا تساوي 3. طيب أنا عايز أعرف بس الأول هو إيه المعكوس الجمعي ده؟ أنا كنت قايل معكوس، تمام، الجمعي يعني غيرت الإشارة. تمام، غيرت الإشارة. تمام، يبقى أمسك ده، عايز أغير الإشارة بتاعته. ده إشارته إيه؟ ده إشارته موجب، صح؟ طيب 3 على س ناقص 3. طيب أنا كنت عايز أجيب المعكوس الجمعي ل3 على س ناقص 3. طيب كلام جميل. أنا كنت قلت بعمل إيه في المعكوس الجمعي؟ بغير الإشارة. طيب ده كان موجب، عايز أخليه سالب، هيبقى إيه؟ هيبقى سالب 3 على س ناقص 3.
يبقى ده معكوسه الضرب، معكوسه الجمعي ده. طيب كلام جميل. طيب لو جيت بصيت هنا، التغيير اللي حصل ما حصلش في البسط، في تغيير حصل في المقام. طيب ده جه منين؟ تعالوا نرجع تاني. سالب 3 على س ناقص 3. ماشي. طيب مش هل السالب ممكن يكون هنا؟ صح؟ طيب هل السالب ممكن يكون تحت، يعني مضروب في القوس اللي تحت؟ طيب التغيير حصل تحت، يبقى الإشارة نغيرها تحت. تمام؟ لما نغير الإشارة تحت، السين السالب هيخش على السين وهيخش على سالب 3. السالب هيخش على السين وهيخش على سالب 3. فهيبقى الوضع كالآتي: سالب هيخش على السين يبقى سالب س، سالب هيخش على سالب 3 هقول سالب في سالب، سالب في سالب يتشابهوا يبقى ايه؟ موجب. يتشابهوا موجب، اختلفوا سالب، يبقى موجب 3. فالإجابة عندي 3 على سالب س زائد 3. وممكن برضو 3 على 3 ناقص س. ما عملتش أي حاجة، جبت التلاتة هنا، جبت التلاتة هنا، وجبت السين مكانها. 3 ناقص س. تمام؟ طيب تعال نرجع بقى نشوف الكلام ده أو ده أو ده موجود. طيب 3 على 3 ناقص س، 3 على 3 ناقص س، يبقى إذا الإجابة بتاعتي صح. كلام جميل. ماشي. تعالوا السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه. تمام. العدد 2 على 7 زائد 3 على 5 معكوس ضربي للعدد 35 على 31. مبدئيا في عملية جمع، تعالوا نحلها الأول وبعد كده نشوف حوار المعكوس الضربي ونشوف العدد النسبي التاني، نشوف الإجابة أصلا أو نشوف السؤال أصلا صح أو غلط. طيب 2 على 7 زائد 3 على 5. 2 على 7 زائد 3 على 5. كنا بنحل سؤال الجمع ازاي؟